لما يجي نادي مثل نادي الكويت ويلم اللاعبين كلهم يحطه عندهم بالنادي ممتاز، ويصير عندك اللاعب احتياط، هو اللاعب يشيل 11 الملعب يشيل 11 مو معقول انت لما تيجي تاخذ لي على قولت الحين نادي الكويت ايش حقه ما اخذ خالد الرشيدي عشان يضعف نادي القادسيه. انت كذي تعتقد؟ طبعا انت يعني تعتقد ان السيد خالد الغانم ايه وهو يتحمل طبعا تراجع الكره هو اللي قاعد الكويتيه، يدير الرياضه الكويتيه هو رئيس التكتل. هو يدير. ولو انا منه الحين طلال فهد الاحمد كان هو يدير الرياضه صح، طلال فهد راح بكل شجاعه وصار هو رئيس اتحاد. تصدر المشهد. ليش ما يصير هو رئيس اتحاد؟ شنو السبب عبد يا اخي العزيز؟ ليش انا احط اسف مع كامل احترامي حق الاخ عبد الله الشاهين ولا حق اخ احمد اليوسف ونعم فيهم، لكن خالد الغانم اقوى منهم اثنينهم. لا يبغى خل خالد الغانم يصير رئيس اتحاد يا اخي، اذا هو عنده الفكر العالي هذا وعنده الوايز اللي قاعدين نشوفه احنا عندنا، خليه يصير شو اسمه، خليه يصير رئيس اتحاد ويفوزنا. يلا يدري اذا راح رئيس اتحاد ما راح يسوي شيء. والاوضاع اللي قاعد تشوفها يعني والاحداث اللي قاعد تشوفها في المباريات، يدخل بنص الملعب كرة تطلع اوت تصير داخل، كل مباراة حدث، ويعني ترى يعني شوف ظل انه هو يملك اكبر قاعدة في فريق نادي الكويت، يعتبر اقوى قاعدة اليوم. نادي الكويت احسن فريق، تكلم قاعد عويت كتيم كامل ودكة اي هم بالقصب يلا يفوز.